عايز تقول ايه اللي حصل؟ ورفعت عليا السكينه وكانت هتموتني. امها دي اللي بتتكلم 7 سنين ما دخلتش بيتها، ولا التانية ولا مراتي الله يرحمها دخلت بيتها. تخيل معايا كده راجل قاعد بياكل كباب وكفته وبيتمزج، وقبل اللحظه دي بساعه يكون لسه قاتل مراته ودفنها، وكمان كاسر جمجمتها، ومش بس كده راشش عليها ميه نار. مش اي راجل، ده سياده المستشار ايمن حجاج. وكمان دي مش اي ست، دي المذيعه المشهوره الجريئة والقوية واللي كانت بتقف قصاد أي حد، شيماء جمال. الجبروت والبرود في القصة دي ملوش آخر. فصلي على النبي في سركم كده واذكروا الله وجمدوا قلوبكم عشان نشوف اللي حصل. أنا حازم درويش وجايب لكم حكاية النهاردة من قلب الواقع. يلا بينا نفتح الملف اللي شايب السوشيال ميديا كله. المذيعة شيماء جمال مواليد 1980 كانت بتعمل برنامج اسمه المشاغبة في قناة صغيرة كده، بس البرنامج كان بيتكلم في قضايا المخدرات وتجارة الأعضاء وحاجات سخنة كده، وده اللي خلاها تتعرف على مستشار اسمه ايمن عبد الفتاح حجاج. وبعد مده ومش كبيره الراجل قال لها تتجوزيني يا شوشو، وبالرغم من كده انه كان اكبر منها ب 16 سنه، وكمان هيتجوزها عرفي عشان مراته الاولانيه ما تعرفش، الا وانها وافقت واتجوزوا فعلا في ديسمبر 2016. وقال لها هم سنتين بس وهكون استأت اموري وهعلن جوازنا على طول. المهم ان السنتين يعدوا وايمن مش راضي يعلن الجواز، وشيماء هتتجنن وهو يقول لها مالنا ما احنا كده حلوين، بس هي مش عاجبها طبعا وفضلت تضغط عليه لحد ما سنة 2019 حول جوازهم من عرفي لشرعي، بس برضه في السر. لكن على سنة 2022 شيماء كانت جابت اخرها وقالت له بقول لك ايه، بص بقى من الاخر كده، لو ما اعلنتش جوازنا انا هطلع اعلن، ده غير ان معايا ورق يثبت انك مرتشي. الراجل بقى مزنوق، يا اما يعلن الجواز ويخرب بيته يا اما يطلقها ويتفضح. وقبل ما اقول لك الشيطان لعب في دماغه ازاي، اثبت حضورك بلايك المتين واشترك معانا في القناه. دعمك لاخوك حازم هو اللي بيخليني اجيب الحقيقه ليكم. عملت اللايك؟ نرجع بقى لعم ايمن قال لك لا انا عندي حل اسهل من كده بكتير، انا اقتلها واخلص منها. راح متفق مع صاحبه حسين الغربي، وده راجل الشمال كان بيتاجر في اي حاجه ممنوعه، وكان عنده أزمة مالية مخلياه يكح تراب. فلما قال له أيمن تيجي نقتل مراتي واديك 2 مليون وشقة، قال له يلا بينا ودلوقتي حالا يا معلم. وقعدوا يفكروا ويتكتكوا هيخلصوا منها ازاي. أيمن قال ندبر ليها حادثة عربية. فقال له يا ابني الشوارع كلها مرشقة كاميرات والعربية هتتجاب. قال له خلاص أنا أقتلها وأقول إني كنت بنضف السلاح فخرجت منه طلقة بالغلط وموتها. قال له يا سلام عليك يا ترعة المفهومية، ولما يسألوك كانت جنبك بتعمل إيه هتقول لهم ايه. لحد ما وصلوا للخطه المتينه، اجروا مزرعه في المطروشين لمده سنه وحفروا فيها حفره 3 متر. المهم ايمن يروح لشيماء ويقول لها الصلح خير وبنتصالح، ده الصلح خير، ويلا بينا نبدا صفحه جديده مع بعض، وكمان تعالي نسافر دبي نهيص وننبسط وننسى اللي فات، وبكره هعدي عليكي عشان اعمل لك مفاجاه. شيماء بقى طارت من فرحه، وتاني يوم 19 يوليو 2022 راحت الكوافير صبغت شعرها وعملته، وقالت لخالتها جهزوا الغدا على الساعة 3 عشان أنا وأيمن جايين نتغدى. لكن اللي حصل إن أيمن عدى عليها الساعة 3 إلا 5 وأخدها من تحت البيت وقال لها أنا جايب لك مزرعة جديدة يا بيبي، وتعالي نروح نشوفها الأول ونشتري عجل العيد وبعدين نبقى نرجع نتغدى براحتنا. وفعلا لما وصلوا المزرعة والغرابلي كان مستنيهم هناك، في الوقت ده أهل شيماء كانوا هيتجننوا عليها. الست مختفية من الصبح وتليفونها مقفول، فبنتها جنى اتصلت وقالت له إنهم مش لاقيين مامتها. قال لها طب ما تقلقيش يا جنى انا هشوفها فين وهقولك. وهو في الوقت ده كان بيدفن امها. ايه الجبروت ده؟ لا ده الجبروت اللي بجد انه رجع البيت عادي جدا ولا كأن حصل اي حاجه. فقالوا له فين شيماء؟ قال لهم والله ما اعرفش. راح دخل على الاوضه وخرج منها بشنطه اللي كان فيها الورق، وعامل نفسه قال ايه بيتكلم في التليفون عشان محدش يساله على حاجه، واخد بعضه وراح على حسين واداله 300,000 جنيه وقال له اطلع على الساحل اتدارى شويه وانا هحول لك بقيه الفلوس. راحوا اتعشوا كباب وكفته وتنهم ماشيين ولا كأنهم لسه قاتلين. ايمن يرجع على البيت عادي، وكل ما امها تقول له بلغت يقول لها ما انا كلمت الوزير. بس الست لما اتخنقت منه جابت له اهلها من البلد وقالوا له بقول لك ايه يا سياده المستشار احنا هنبلغ يعني هنبلغ. فخاف منهم وراح معاهم عشان يبلغوا، بس امها بقى ما قالتلوش انها معاها دليل خطير. واول ما راحوا القسم قالت لهم جوزها اللي عدى عليها وخدها من تحت البيت والفيديو اهو يا باشا. ايمن بقى اتصدم وما بقاش عارف يروح فين. قال لهم ايوه انا نزلتها عند المرشدي تسحب فلوس وتشتري شاشه وسبتها ومشيت. يدوروا ورا شيماء يلاقوها ما سحبتش اي فلوس. فايمن لما لقاها تتزنق عليه راح هربان من القسم
بحجة انه هيتكلم في التليفون، وراح على السويس عشان يهرب منها بره مصر. حسين بقى اللي ملطوع في الساحل لما لقى ايمن ما بيردش عليه عرف ان كده اتعمل معاه جلاشة ومش هيطول باقي الفلوس. مش بعيد يكون ايمن لبسه القضية في التحقيقات كمان، وراح واخد بعضه وطالع على الاسم وقال لهم انا جاي ابلغ عن جريمة قتل، وحكى وقال ان المستشار ايمن حجاج كلمني وقال لي انه شاري مزرعة جديدة وتعالى افرجك عليها وبالمرة اشتري لك عجل للعيد. ولما رحت لقيته بيتخانق مع مراته راح قتلها ودفنها في المزرعة. اقفش. وفعلا راحوا المزرعة وطلعوا جثة شيماء، وفضل البوليس يدور على ايمن لحد ما وصلوا ليه في السويس قبل ما يهرب خلاص بمفيش. واول ما عرف اللي حسين قاله قال عليا وعلى اعدائي، واعترف بكل حاجة وقال ان حسين شريكه في كل حاجة. حسين حكى الصدمة، قال ان بعد ما فرجها على المكان كله قال لها الدنيا حر تعالي نخش جوه شوية. وفجأة ايمن قال لحسين ما تعمل لنا كوباية شاي يا حسين، وهي دي كانت كلمة السر. اللي بعدها على طول ايمن طلع طبنجته وضرب شيماء على دماغها ووقعها على الارض، وحسين بالجنزير كتف ايديها ورجليها والاتنين نزلوا فوقيها. حسين مكتفها وايمن كاتم نفسها بحته قماش، وهي بقت مذهوله وعماله تهبش فيهم بضوافرها بعزم ما فيها. وايمن نازل ضرب بالمسدس على دماغها لحد ما كسر ليها جمجمتها. راح حسين منقض عليها وخانقها لحد ما كسر رقبتها في ايديه. ايه الرعب ده؟ دي حاجه اقسم بالله استغفر الله العظيم. لا ده لسه، دول راحوا ساحبينها من الجنزير اللي ربطنا بيه ورموها على وشها في الحفره. وما اكتفوش بكده وبس، دول راحوا رشين عليها كمان ميه نار وبعدين ردموا عليها التراب. وفعلا لما حللوا الجلد اللي تحت ضوافر شيماء لقوا جلد حسين، والمنديل اللي ايمن كتم نفسها بيه لقوا مدفون مع الجثه وعليه بصمات وعرق ايمن عشان تتقفل القضيه بعد 10 ايام بس من الجريمه. والاتنين اتحكم عليهم بالاعدام، والحكم اتنفذ فعلا يوم 19 اغسطس سنه 2025. المحكمه حضوريا اولا معاقبه المتهمين ايمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى وحسين محمد ابراهيم الغرقلي بالاعدام شنقا عما اسيد اليهما. وانا كل اللي عايز اقوله ان ده جزء بسيط من عالم جريمه الازواج لو قعدنا نحكي فيها سنين مش هيخلص، لان الحقيقه المره ان ورا كل باب مقفول حكايه ممكن تكون حكايه حلوه وممكن تكون قنبله موقوته هتنفجر في اي لحظه. فمن الاول كده اتعبوا نفسكم واختاروا صح، وخليكم فاكرين بعد كل القصص دي اللي مهما اختلفت تفاصيلها هتلاقي ان دايما القاتل بيبقى متخيل انه عمره ما هيتكشف وانه اذكى من الكل ومفيش ولا ثغره، وبيمشي في الجنازه ويصلي مع الاهل ويعيط كمان قدام الناس ويقول لنفسه خلاص كده انا خرجت منها ومستحيل حد هيكشفني. وعمره ما بيفكر ابدا ان مفيش جريمه كامله والكل قصه حكايه، وانا هقول لكم على كل اللي فيها. لو وصلت لحد هنا وعجبتك الحلقه ما تبخلش عليا بلايك الهاي ديفينيشن والشير عشان الكل يعرف شوف اللي حصل. كان معاكم حازم درويش، واستنوني في حكايه جديده. سلام.